عندك مشكله؟ لا يا قلبي عادي، ما عندي اي مشكله، انا بس اريد نصيحتك بموضوع وخلاص. تفضل حبيبتي. لان انا هوايه والله متابعتك من سنين وماشي على تعليماتك، والحمد لله حياتي كلش تمام. حبيبتي الله يسعدك، تفضل. حياتي قلبي ست نادين، انا المشكله ما تخصني، انا بصراحه المشكله تخص اخويا وزوجته، وانا اريد نصيحتك. انا طبعا حكيت وياه ويعني انه هو متقبل الموضوع، بس انا قلت له انا راح اخذ نصيحه ست نادين، لان بصراحه انا حتى تفكير وشيتي بديت حيل مخربطه. المشكله وما بيها انه زوجة اخويا بالخطوبه وشي، تعرفين انت شغله خطوبه وهاي الاشياء، فاحنا كل شيء وفرنا له، هو هذا اول شخص انه يعني انه كنا بالبيت وكذا، وفرنا له يعني كل الطلبات كل الاشياء على 24 حبايه، شلون ما نقول مشيناها. فهاي الامور كلها مشت تمام تمام تمام. بعدها قبل العرس بايام صارت فد مشكله، وقامت انه تعارض، اني لو امك اني لو اختك، ما حد إله دخل، ما حد إله شيء، يعني مجرد انه راي، مجرد انه نصيحه نعطيه اياه، هذا الشيء ابد ما تتقبله ابد نهائيا. فعادي انا شنو تقول له؟ تقول له اني ماخذتك انت لو ماخذه امك، او يعني حيل يعني بدت تتجاوز بصراحه هاي المشكله. المهم ما اطولش بيها يا ست نادين، انه صار الزواج، مشت الامور اعتياديه، وقد انه ما تتدخل بالبيت، ما إلها اي دور، يعني مجرد تقعد ب 11 ونص ب 12، واحنا طبعا الكل دوام، تقعد تكمل مجرد غدا صعدت نامت نزلت، مجرد السلام عليكم مع السلامه، شلون نقولها. اخر اشياء بدات تحاول يعني تدور احسها شلون المشكله، شلون هيك اشياء، واحنا والله العظيم ست نادي من ننطي اي لازمه، شلون ما نقول انه ماشيين الامور اعتياديه في سبيل امي واخويا ما يضوجون. مشينا الامور اعتياديه، مشينا الامور اعتياديه، ونجي نساعدها تنظيف غير تنظيف، كل شيء. فالمهم اخر شيء بدات تتطلب انه تريد فلوس، واخويا متعين، الواحد ما يكذب عليه ست نادين، والحمد لله متمكن، بقى ينطيها شلون ما تريد، عادي طالعه روحه جايه عادي هاي الشغله. فبدت شنو تريد؟ مصرف، انه لاهلها انطيني مصرف، الامي اعطيني مصرف، اشتري فد حاجه ثمينه لاختي، انطيني هيك الشغله ست نادين قامت تتطلب فد اشياء كلش كبيره. فاهلنا بصراحه احنا ما نطلب منه، والله العظيم ست نادين احنا مو خواته ووالدتي ووالدي نهائيا ما نطلب منه، ومع العلم حقهم انه يطلبون هو وياهم بالبيت، فعادي احنا كل من عنده راتب ومو دايرين بال هاي المواضيع. فشينو من شافه هيك استغلاليه ست نادين بدا يضوج، بدا شلون يجي يشكي لي اني ما احب هيك شيء، اني شنو اتصرف او فد شيء، يعني من هاي النقطه. فاخر شيء بقت صارت مشكله بيناتهم بصراحه، يعني من ورا شغله انه تعال لو تنطيني فلوس لو اروح لاهلي. يا بنت الناس استهدي، والدتي حكت وياها، المهم هدأت الموضوع وعديناها. وراها فتره، هاي قبل العيد، انه تريد تروح، قال لها اوكي اوديك وين، على حفافه ما اعرف شنو صالون، قال لها اوكي اوديك. اشو قاعد الصبح لاقاها محضره الجنطه مالتها، والله ها انا اريد اروح الاهل. ليش؟ اني اروح من هناك توديني ومن هناك ترجعني على صالون وما اعرف شنو. المهم اخويا ما قبل يوديها على انه شغله اهلها، مجرد صالون وترجع، وبعدين العيد تروح لاهلها، ما قبلت. خابرت على اخوها تعال اخذني، هذا ما يقبل يوديني. فجتي حكت ويا اخويا انه راح اطلع اني، قال لها اطلعي بس اني مو راضي، اني على طلعتك اني مو راضي. فطلعت عافته وعافت كل شيء واخذت جنطتها وراحت وكملت مشوارها وخلصت. وبالليل هو قال ممنوع احد انه يجاوبها، اتصلت عليه ما اعرف شلون، ما جاوبها العفو. اخر شيء جابوها اهلها بالليل،
يابا شنو المشكلة؟ حكينا لهم، طلعت يعني ورجلها مو راضي، وهسه انتم يعني جبتوها تنجازون انتم وياه. فهو قال اني ما ارجع ما دام هيك صارت الشغله وصارت عناني، ما ارجعها الا عندي شروط تحترم رايي، تمشي على نظامنا اللي احنا، لان هي نهائيا ست نادين النظام بالبيت يعني مو نفس طبيعتنا بصراحه، واحنا جماعه غربيه وعليك الحساب. فمن هاي الناحية اللبس اللي شوي احنا عادي عادي والله ست نادين، بس يعني داخل البيت احنا عندنا الحما نحترمه، عند العم نحترمه، محتشمين حتى لو كنا هذول عيال احنا محترمين يا من العيال، بيتنا هاي عادي. فامي انت تريدين الطلعه؟ لا انا ما اريد اطلع ببيت وحدي. انت تريدين ما ادري شنو؟ لا انا ما اريد هيك. المشكله رجعت امها من جابتها وحكت تقول ايه عادي خلي ينطيها فلوس، ولا يسالها عليها وين تروح بفلوسها. اني ابوها ينطيني فلوس واصرفها، وين ما يعجبني اصرفها. قال لي لا اخوي انا ما عندي هيك قرار، ما عندي انه اعطيها فلوس وما اعرف زوجتي وين تصرفها. يعني هيك وصل لنا فكره، يعني مثلا عندها احد وتنطي رصيد او هيك شغلات. لهاي المرحله انه ست نادين وصلوا وياهم. فاخر شيء يعني لا، انه انت تتقبل قرارنا وبنتنا ما تتنازل، يا اما خلص هذا هو انه يعني ناخذها. قال لهم على راحتكم، بنتكم موجوده والباب مفتوح والسياره موجوده. فعلى هذا الكلام ست نادين هم طلعوا، واخويا لحد الان تقريبا من قبل العيد لحد الان صارت المشكله، راحت لاهلها وخلاص قطعنا. بيت جدها ما يرضون، ابوها ما يرضى، بس امها ست نادين وياها على 24 حبه. تقول ايه اني انصحها، هي اذا تنصحها على شيء 20 حبه تقول ايه اني انصحها، هي اذا تنصحها على شيء غلط. فهاي المشكله ست نادين، اريدش انت تنصحيني يعني بصراحه شلون. يعني انا ما يعني قلبي ما ينطيني انه اخويا هاي من العيد مرتاح ست نادين بزواجها، صار لها تقريبا 4 اشهر نهائيا، بس ست نادين فوق راسه. انا اسمعهم والله العظيم غير الموضوع، ما اريد يضوج ما يخالف حبيبي عادي، واذا حكت شو نسوي لها؟ المهم انت يعني احنا مو نجي البيت اهلنا تقول له ليش يجون هوايه اشو ما ادري شلون، يعني هيجي ليش يجون اختك الكبيره ليش تعرف بكل شيء. انت راحت لهيك ما تقعدين يم رجولك، ما رايحه غثيتي. ست نادين انا اقول لك اياها، انا والله العظيم هسه اجاوبك. بنات انت شكو رايحه جايه مو تزوجتي؟ راحتين كملي ماما. هسه اقول للست نادين، انا اقول لك امي تحب التنظيف فول، لازم 24 ساعه، وانقهر اذا اجي للبيت مثلا والاقي ما مرتب ماكو اكل، اجي اساعدها. الله يشهد انا بيتي قريب عليهم، فاجي اساعدها اقول خطيه، وما احسسها انه انا جايه على مود انه اساعدها او امي ضايجه. والله العظيم ست نادين كلش تعبانه، اقول لها هذا الشيء ما غزر بعينك ولا كانه ما. شنو تقول للامي؟ تقول للامي ايه انت ليش هيك تسوين مثلا تصرف وفيه هو براحته، انت تريدي تهجمين البيت. شوفوا ست نادين من هاي الشغله، والله العظيم ست نادين نهائيا ما حد يتدخل بحياتهم. خلاص شو يريد ياكلون يريد يطلعون ما لنا دخل، بس من بقت هاي المواضيع وشغله استغلال وجيب فلوس تصرف على اهلها، لا والله ست نادين احنا ما نقبل بهذا الشيء بصراحه. فمن هذا الموضوع والبنيه انه راحت تعاي ما اعرف شنو شلون احنا نتصرف، قلت له راح اخذ نصيحه ست نادين وامشي بيها. فيمش انت ندوش صار تدللين وين هو اخوك؟ نعم اخوك وينه؟ ما يعني اتمنى يكون يمك هسه. والله ست نادين هو يقول لي من اساله وشي طاهر طبعا ويا اصدقائه، اساله وشي يقول لي انا مرتاح او فيني مرتاح هيك. خليني اعيش. لا هو ما مرتاح. نعم تاخذينها من عندي، هو ما مرتاح. اعرف والله اعرف، اي والله اعرف ست نادين هو ما مرتاح. منو هاي المرض كانت قاعده مسمع الصوت حبيبتي؟ هاي والدتي بدها تحكي بالتليفون. يمك هسه قاعده؟ نعم يمك قاعده؟ اي موجوده. فتحي السبيكر اي تسمعني. لحظه ست نادين. ماما ست نادين اي قلبي تسمعك.
السلام عليكم خالة حبيبتي، الله يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية ويحفظ لك أولادك وبناتك إن شاء الله. يسلمك حبيبتي، اشكرك بارك الله فيك، يعطيك انت الصحه والعافيه يا امي. صعدت ويانا كريستالة وحكت لنا عن الموضوع اللي يخص شنتك وابنك، الله يحفظه ويطول عمره ويخليك إلهم إن شاء الله. اي نعم. تكلمت بصورة مختصرة عن سبب المشكلة وشنو أساس المشكلة وشخصنا المشكلة، وطالبة من عندي إنه شلون الحل يكون، لأن البنت هسه حاليا طالعة وزعلانة ويمكن اي ثينك هي طالبة الطلاق لو بس بعد زعلانة. لا بعد بس زعلانه، ما يقبلون نطلق يعني انطرق هيك موضوع، بس انا ما يهلي بصراحه. اي ما يهلك انت خاله، اذا تبقى عليك ما يهلك. باعي خاله وهي شو تقول؟ ابنك شو يقول الله يحفظه؟ يريد يطلق؟ ابني يقول انا هسه مرتاح، عوفوني اترجاكم عوفوني مرتاح، لا حد يحكي وياي. يعني يا كريستالة تدري صار له اسبوعين وياك تدور ليك، الله يشهد. قالت لي مامات سعدت الحمد لله. اوكي اي والله. هو ايش قد صار له متزوج ابنك الله يحفظه؟ 4 اشهر. هاي الهوسه كلها ب4 اشهر. اي والله اي والله، وهذا لسان ينشكل عن شهادة رسول الله. اذا يوم اني غاثتها بكلمة بقت تحكي امك كلمة، بقت تحكي امك اختك، امك اختك، راح تهجم بيتك امك. ليش يا بنيتي؟ ما يخالف، سهله خاله سهله، يعطيك الصحه والعافيه وراحه البال ان شاء الله، كل الامور تصير لصالحكم تدللين. هسه انا راح امين امين يا رب امين، الله يسمع من عندك. اوكي انطيني كريستاله خلي اسولف وياها وانت سمعينه، اريدك تسمعينه بس اريد اسولف ويا كريستاله. تمام وياك. يوم حبيبتي شرفت فيك. هلا وندوش حبيبتي. يا بعد قلبك كريستال، ايش قد صار لك متزوجه؟ اني تقريبا 5 سنوات. عندك اطفال الله يخليهم؟ طفل واحد. الله يحفظه. علاقتك بزوجك الله يسلمك. كلش تمام الحمد لله. عايشه ويا عيالك لو عازله؟ لا اني طالعه. عازله يعني وحدك ببيت. اي يا قلبي. خواتي هنا بالبيت يجن يساعدن امك غيرك؟ بس وحده وعندها دوام. انتوا 2 بنات وولد واحد الله يخليكم؟ لا احنا 3 بنات وولدين. والبنت الثالثه شنو متزوجه لو بعدها سنجل؟ لا هي ثالثة بعدها موجودة يعني سنجل، بس عندها دوام تطلع من الصبح بترجع للمغرب. الثالثة حاليا عايشة ويا أمك وأخوك وزوجته وأبوك الله يطول عمره صح؟ اي نعم اي نعم، مع العلم هي صديقتها، ترى صديقة الثالثة. تمام حبيبتي تمام. اي قلبي. سمعيني وركزي وياي بالحكي اللي راح أقوله. اوكي حبيبتي. اخذ وعد منك ومن امك انه ما تزعلون من عندي، اخاف احكي لك لا يا قلبي ما تجي على خاطركم فلا تزعلون من عندي. لا يا قلبي بالعكس والله احنا نريد نصيحتك. اني اتكلم بما يرضي الله وانه انتم ترتاحون وتطلع المشاكل باقل الخسائر ونحلها. وعندنا ان شاء الله انه احنا نحافظ على البيوت. سدي لي المايك. نحافظ أكيد. على البيوت ايش قد ما نقدر حتى لا تصير مشاكل. اوكي اسمعيني كريستال ان شاء الله. خلي اسولف وياك ولا تفتحي لي المايك وانا اسولف تجفليني. لا يا قلبي اعرف القوانين، بس اذا اكو شيء ورا ما افتح المايك راح اقول لك. ضميه اي شيء ضميه، لان انا مستحيل انزلك اذا ما اقول لك افتحي المايك واحكي شنو عندك. فانت طلعيني بعدين بس خل احكي لعندي. افتحي المايك واحكي شنو عندك. فانت طلعيني بعدين بس خل احكي لعندي. الكلام مو بس تمام ام علاوي تمام. لان كثير بنات باللايف هسه وعمات عندهن شنات ويستفادن من هاي القصه. اكيد يا قلبي اكيد. ماشي حبيبتي اسمع. اولا اهلنا قبل يقولون كل الداخل بين البصله وقشرتها ما ينوله الا ريحتها. الداخل بين البصله اللي هو اخوك البصله وقشرتها اللي هي سنيدس ما ينوله غير اسمها القشره وريحتها. فانتوا وامك انتوا هسه مقهورين وضايجين وتفكرون ومشاكل، وامك من صوتها مبينه مريضه والبيت قايم قاعد وهم باكر عقبه راح يرجعون وكانه شيء لم يكن. اذا نجي نحكي على الحق فالله فوق الراس يشوف ويسمع. وحدتنا ليش تتزوج؟ انت ليش تزوجتي زوجك كريستاله؟ يعني انت اذا الله مفضل على زوجك وعنده الله مرازقه وعندك فلس زايد ما يهل عليش تروحين تشترين سوار لو محابس لميمتك هاي حبيبه قلبك وتعطيه اياه هديه من مال ورزق
وخير رجلك وتتباهين، هم تتنومسين برجلك وهم انت حاطه بحبس بيد امك. صح لو انا غلطانه لا نادين كلامي الصح. مو عيب ولا غلط ناخذ من رجولتنا وننطي ان هذا اقل واجب نقدمه لهم. كبرونا وربونا ودخلونا باحسن دراسات وخرجونا وانطونا لابنكم واحنا كاملين مكملين. يعني ابنكم اجى اخذ له مره كامله مكمله وجابها خلاها ببيتكم اضافه الى العائله، تسمى بالكنه اللي هي مرت الابن، والها حقوق وعليها واجبات. فاني باكر عقبه اذا زوجي الله موفقه ومقتدر، مو عيب ولا غلط اذا اخذ منه واشتري شغلات الي، مو عيب ولا غلط اذا اخذ انطي لامي يمتي. حتى دعاء واحد من امي رزقته، لان هي امي تعرف اني ما عندي قاعده لا شغل ولا عمل، هذا الخير ما عندي قاعده لا شغل ولا عمل، هذا الخير منين؟ هذا خير رجلي ابو بيتي، وخير رجلي منين؟ خير رجلي من دعاء امه. هاي امه اليمج، امه لو مو انسانه نظيفه وانسانه طاهره والله يسمع دعوتها ما رزق الوليد، مرزوق على عين امه يمته. امه الله موفقها وعدها وريث، ابوه رجال مقتدر. فحتى الخير اللي ابنكم بيه سواء من عنده ومن شده او من شد امه وابوه، هذا يعتبر خيره وناموس إله ورفعه راس. فمن تجي الجنه وتشتري لاهلها يدرون بها حافيه منتفه، قاعده لا شغل ولا عمل، منين جابت لنا هذا الخير؟ فهذا الخير لمن ينتسب؟ ينتسب لاخوك، قيمته تكبر وقدره يكبر ورفعه راسه يكبر وناموسه يكبر عند النسابه، لانه مالي ايد بنتي وبنتي من قد ما مالي ايدها قاعد تملي ايدي. يومية جابت لنا شغله، يومية جابت لنا شيء. رقم واحد هذا دارين نحكي على الفلوس، وهاي انت انطيتك مثل كريستاله. اذا الله يوفقك وادي رجلك ايده مليانه، اول شخص تفكرين بيه بحياتك هي امك وابوك. كنا احنا البنات المتزوجات كنا قاطبه من كنا متزوجين، وحتى من ننفصل والله يرزقنا اول ناس نفكر بيها امنا وابونا، نشتري لهم نفرح هيك نحس الفلس مني يروح لهم الله يبارك بينا. فاذا هذا الفلس كان من اخوك وهي اخذت منه واشترت لامها، فالله حتى يبارك برزقته، لانه هو آوى البت وآوى اهلها. واحد. اثنين، نصيحه تاخذينها من نخيتك الكبيره، نادين يا كريستاله، والله وهاي امش تسمع، امش تسمع. بما انه انت عندك بيت وعندك رجال، اسمعيني وركزي وياي كريستاله انت وكل وحده. بما انه عندك بيت، لذلك انا من سالتك الاسئله ترى مو اعتباطا، من قلت لك انت متزوجه ويا عيال، ايش قد عندك جهال، هسه راح اقول لك ليش سالتك. بما انه انت عندك بيت، وبما انه رجلك ادم والله يحفظه الك، وبما انه عندك جهال وليد وعندك جهال وليد، وبما انه عازله، يعني ضكتي اتمرمرتي عبرا عليش طقطقا على راسك هاي السوالف. هاي هسه السوالف مال دول المتزوجين صار لهم 4 اشهر بعتهم بالتليفونه، بعتهم مناطح ومراقع وزعل وعلى ان تعبر سنه. واحد يتعود على الثاني وواحد يعرف مداخل الثاني، وتطلعين انت المنافقه حشاش، وتطلعين انت اللي حاطه خشمش بنصهم، وتطلعين انت اللي مسوين مشكله، وانت حاليا تعتقدين انه انت الحلال مال المشكله مالتهم. اخيك ولوحيد وداخلت له وخيته وخايفه عليه، انت ما تعتبرين هيك. واكبر دليل يا كريستاله التعليقات. انا من نحكي وياك احكي وياك بما يرضي الله، على مود تشوفين اللي انت ما شايفته او تسوين نفسك ما شايفته. اول شخص هسه عرف نشوف انت اخيك، وكنا احنا نحب اخواننا، الاخت حنينه، البت حنينه على الاخ، وحنينه على الام، وحنينه على الاب، هي الله خلق بيها فطره الحنيه. فاحنا اخونا وزوجته عنده مشاكل وياها ولوحيد، فمن حرقه قلبنا نحب نتدخل. الناس والعالم والدنيا والكوكب ما يعتبروا مساعده، كلها حطت علامه الحيه. انت بنظر الناس حيه، انت هسه مو تدافعين على خيك، تريد تحلين مشكلته، انت هذا بنظر الناس، بنظر عيالك وبنظر اهلك وبنظر اخوك. باكر عقبه هسه انت مو قاعد تسوي له زين، اخر شيء طلعين انت المو زينه. ذكريني وهاي امك يمك تسمع، اخر شيء طلعين انت ام المشاكل، انت اللي حرضتيه، وانت اللي سويتي المشكله، وانت اللي زعلتيها، وانت اللي خليتيه يشك بمرته وين تودي الفلوس.
وقولي نادين خيتي قالت، وارجع واكرر التعليقات اكبر دليل. دائما اللي يتدخل بين اثنين متزوجين يطلع بوجه القباحه. امك تتدخل امك تتدخل وتحكي وتسولف امك انت لا. ليش نادين؟ شكو شي هسه دا تسوين، شكو شي هسه دا تسوينه ويا اخوك راح ينقلب على بيتك باكر عقبه. والله العلي العظيم وحفاظا إلك وخوفا عليك ما اريد دا يصير هسه ويا اخوك تنقلب موازينه وتصير ويا رجلك باكر عقبه وتجين زعلانه ومرت اخوك تشمت بيك. ومرت اخوك هسه الزعلانه قاعده ببيتها مهنايه مدفايه هي واخوك اللي هو رجلها، واخر شيء يصير الاخ اخو مريته وتطلعين انت بوجه القباحه. انت بوجه القباحه. حتى امك شوفيها هاي يمك امك، حتى امك تمل منك وتقول ليش دي كافي كل ما تجين تسوي لنا مشاكل، كافي بعد لا تجين. لان المراه تمل وانت بنظر الكل سبابتي المشكله. والله العلي العظيم اني اتكلم الصالحك، يتخانقون يتعاركون يتكافشون، يشيل فلوس ينطيها، تاخذ الفلوس وتشققها وتحركها قدامك، تنطي لامها تنطي لخالتها، تسوي بوتوكس تسوي فيلر، تطلع الطوب تقعد ب 12 تقعد اجي اني لام يمتي اشوف امه حبيبتي ايش محتاجه ايش ما محتاجه يمه، تردين شغله مالي ولا تشن اكو تشنه بالبيت، ولا تشن اكو تشنه بالبيت. طاز. اولا توصلي لها فكره انه انت محتقره عندنا، حشاها طبعا وجل قدرها، انت محتقره عندنا ووجودك مثل عدمك، لا يعجبنا تنظيفك ولا يعجبنا شغلك ولا يعجبنا حتى وجودك، هيك اسمك مرت اب مرت اخ. اني جايه لام يمتي اسوي اكلتها وانظف بيتها واعدل فرشتها وابوسها من قصتها واقولها يمه مع السلامه، هلا وحبيبتي يا قلبي صباح الخير يا عمري، دير بالك على خيي ماشي حبيبتي، ارجع البيت. خليك ضيف خفيف، خليك حماء مرت الاخ. شلون اني هسه نسوان اخوتي موتا على الله اللي منزل يحبني موتا علي، ليش؟ خفيفه 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 هيك، ما لي علاقه لو تحترق الدنيا، لو يتناطحون، لو يجي اخويا يبوس قندرتي اخويا يجي يبوسها ويقول لي تدخلي روحي احكي، اقول له ما لي علاقه ما لي علاقه، واذا بي الصوت اقول له بيك الصوت وانت المصوت، ما جايب بنت العالم انت تخدمك، ولا جايب بنت الناس جايبها فصليه، ولا جايبين بنت الناس على مود احنا نحاسبها على الدينار انت تعطيه اياه، غصبا ما عليك، انت القوام وانت القائد وانت الزوج، تصرف عليها وتملي عينها وتملي جيبها، واذا زاد عندها فايض مو عيب ولا غلط اضافت لها، وما لي علاقه بيك. هو يحبني ومرته تظل تحبني وامه تحبني والبيت يحبني وكل الكوكب يحبني، ليه؟ ما لي علاقه، ما اتدخل، اني ما اتدخل. يجي اخوك يقول لي ساعديني، يقول لي لا ما لي علاقه، لا اساعدك ولا اساعدها، اني اجي لهنا اساعد امي، هاي الجنه تحت اقدامها، مو انت ولا مرتك، انت باكر عقبه تصير اخو مريتك وانا اضيع بيها واني اروح، اني اطب لهذا البيت امي ثم امي ثم امي ثم امي، شو تقول لي امي اسوي؟ تتعارك تتناطح مرتك تشيل الجدر وتهبدك براسك، اني مالي حاضنه اميمتي وقاعده خاف عليها لا يجيها القبق براسها، واطب للبيت خفيفه واطلع خفيفه، لا هاي الحركات ولا هاي البركات، ولا طبت لاهلها ولا راحت لاهلها ولا اجت من اهلها، عدها رجال، انت مالك علاقه كريستاله، عدها قائد، انت مالك علاقه، لا تقللين من قيمه اخوك وشخصيه اخوك وسيطره اخوك، يعني هسه انت وامك بالفرقان بالرفحن 7 بلا يا عمدان، انت وامك هسه مرتاحات من ولد شاب عريس بعد 4 أشهر دايح ويا اصدقائه بنص الليل، لا عنده مره ولا عنده فراش ذبيتوا عليه كومة فلوس، انت مرتاحه هسه من امك، عوفك انت امك هسه قلبها مرتاح من وليتها الساعه ب 12 وبالوحده ما موجود بالبيت وهو بعد عريس المفروض حاط مريته جوا قطه وقاعد يفرفر بيها، وطالعين ويتونسون وزيارات وشمال ايران وروح وتعج القرد، هذا القرد بنيجي يطيح حظ الحياه ويحطها حبيبته ويطلع يونسها،
نفسيتها ترتاح وتحس انه هي ما وراها حشاش، يعني حشاش رقيب مثلك، وانه هي مسيطرة، هي وحدها تتعدل، وحدها تصير محبس بايد امك، وحدها اوريدي من تشوف رجلها منطيها اهتمام تصير محبس بايد امك، وتصير امك حبيبتها، وتظلين انت حتى ما تحتاجين تجين للاهل. هاي اذا ما غرتي انت بعدين وقلتي هاي خذت حتى امي مني، ماشي حبيبتي؟ فالمفروض اخيك هسه الساعه بالعشرة بال11 بالليل المفروض قاعد يتنام شويه مريته فوق، المفروض هسه قاعد يشوفون موفي نايت، المفروض هسه هو طالعين كافي حلو ببغداد او بالمحافظه اللي انتم بيها، صح لو انا غلطانه؟ وجايه تقولي لي اخويا يقول عوفوني عوفوني مرتاح، اقسم عليه ما مرتاح ومقهور ومشتاق لها ويريد يرجعها، وانت وامه واقفات بعينه، انت وامه واقفات بعينه. فنصيحه خيتش نادين، مالك علاقه بعد لو السنه تنزل على القاع، العلاقه الك الوحيده بعد ما تزوجتي وطلعتي من هذا البيت الله يعمره امك وابوك، حتى اختك الصغيره ما لك علاقه بيها، خاف باكر عقبه تجين عندك كابشه التليفون المنفعه تسولفين ايش، ما لك علاقه، انت خطار، انت اذا ترضين بشر بهذا الكوكب الله يرضى عليك من بعده امك وابوك. تعالي يمه انت قبل حبيبتي، يمه محتاجه شيء اسوي لك اكله، انظف لك سالفه، خلصتي ابوسها من قصتها وتبارك ببوسه ايدها واطلع اروح الرجلي، بيتك يبارك، رجلك يبارك، رزقك يبارك، صحتك تبارك، علاقاتك تبارك، تظل تشنه والمايه والاخ والاب والكوكب يريدك بس راح اجيكم 5 دقائق، تصيرين مهله، تصيرين مرغوبه، بس ناق 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 اختك مرتك امك مرتك اختك امك، ناق اختك مرتك امك مرتك اختك امك، بالقران يا كريستاله وهاي ام الشاهده علي، يومين 3 4 راح يتصالحون خايبه، ها راح يتصالحون بحضنه بهاقه بباقه ببوسه بنوسه، ها راح يتصالحون يا خايبه، وراح يجيبها يرجعها للبيت، وراح تطلعين انت بوجه القباحه، وراح تطلعين انت هاي الحيه، شوفي حاطين لك اياها، هاي الحياه هاي حتى انت هسه يقولون هسه امها وهي واهلها ايش يسوون هسه، يمكن هن قاعد يعلقن حيايه، يمكن هن هسه عندي باللايف ها قاعد يكتبن حيايه عليك، وتطلعين حبيبتي انت بوجه القباحه ماما، وتطلعين انت اللي حاطه خشمك، وتطلعين انت اللي خربتي العلاقه، واخر شيء تطلعين انت الغيرانه من عندها. ليش؟ لان حبيت تساعدين، حبيتي توقفين ويا خيك، حبيتي اجى استنجد بيك وقلتي له اني الك، ما لي علاقه بيك، طبك طوب انت وياها، ما لي علاقه بيك، ارقعوا راسكم 16 حايض، بعدين بعدكم عرسان، حبيبي بعدكم عرسان، انا خيتك كبيره ومتزوجه وعندي خبره، بعدكم عرسان، ليش ما طيبن خواطر خيي؟ عود ليش ما طيبن خواطر من يجي واحد يشكي قدامك من مرته؟ ها؟ عود ليش ما طيبن خاطره؟ عود ليش ما تشجعنا على انه هاي الحياه الزوجيه عاديه وده يصير بيناتكم عادي؟ عود ليش من يجي هو يطلع لك اسرارك كونك اخته وحبيبته ويثق بيك ومتزوجه وعندك خبره فياخذ من خبرتك، ليش ما تهدن النفوس؟ ليش ما تقولي له حبيبي عادي ولا يهمك، انا هم صارت مشاكل وتعاركت وزعلت، وحتى اذا ما زعلت عندكم زعلت ببيتي وعادي كلش طبيعي، ما يخالف، بعدها صغيره وبعد هي اخذت تتربى على ايدك، اخذت تتعلم على طباعنا، ما يخالف حبيبي، طول بالك، مو عيب اذا المره اخذت منك فلوس وطت لاهلها، هذا نوماس الك، هاي رفعت راس لك، انت تطب لاهلها هيك، تطب لاهلها هيك، هيك تطب البيت اهلها هيك، شوفوا شبع عين بنتكم وتارس جيبها، ومن قد ما تارس جيبها قاعد تجيب لكم هدايا كلها بزودي. شايفه لو حاكيه هذني الحكايات كان هسه البت نايمه بحضنه، وخيك مو بالشارع لحد الان، وامك هاي حبيبتي كان امك هسه نايمه بسابع نومه ومرتاحه، وانت ما صاعده وياي ولا شفتيني ولا تدورين علي صار لك اسبوعين، لو مطيبه النفوس ومهديه النفوس، بس انتوا يجون يشكون من عندهم، ها الزيدن الطين بله. انت لو تحبين خيك صدق وتقولين نادين انا احبه صدق، وما يهل علي ينقهر، وما يهل علي اشوفه ضايج، وما يهل علي الساعه بالدعه السوداء عليه وهو بعد عريس يفتر بالشوارع ويا اصدقائه، لو فعلا تحبين اخوك كان هديتي النفوس، كان حسستيه انه هي تسويه كل هذا الصالحك،
وانه دا يصير من مشاكل كلش طبيعيه في اي بدايه علاقه زوجيه، حتى اللي يحبون بعض، مو الا بنيه زوجناها ما زواج تقليدي وانتهت السالفه وخلصت يا حبيبتي يا كريستاله، وما تطلعين باكر عقبه بوجه القباحه ويوصلون حتى رجلك. لا تخلي بعد مرتك توصل لنا ام المشاكل. ذكريني مرتك ام المشاكل ما ريتها توصل لنا بعد، تسوي لنا مشاكل، ومن اللي يقول له؟ من اخوك. مع احتراماتي وحبي وتقديري له وكونجراتيوليشن بمناسبه العرس الكل رقع جدوره، ها؟ اول واحد يروح يقول له اخوك، يقول له مرتك الله يخليك بعد لا تخليها تجينا. ها شوف هستي قاعد تتعاركين على موده وقاعد تدافعين على موده وقاعد صاعده وياي هنا على موده تدافعين عليه، ها؟ بعدين يصير خبريته وهاي امش تشهد علي، وبعدين تطلعين انت بوجه القباحه ويخابر رجلك يقول له بلا زحمه بعد لا تخليها تجينا بس مشاكل. ايش تسوالك بعدين؟ لو ما مدخله نفسيك، لو مهديه النفوس، لو اصعد المرته خيي واسد الباب واعلمها واسنحها وامسح على راسها واعتبرها خيتي الصغيره واقولها حبيبتي ما يخالف اخويا هاي طباعه، احنا حبيناك وردناك إن سند وامي ما الها احد واختي طالبه واني متزوجه اريدك انت الام حبيبتي واريد، يعني هذا الحكي انت لو حاكي لخيك مطيبه الخواطر وصاعده المرته خيك وساده الباب ومسويتها حبيبتك، مو كان كسبت الدنيا كلها حتى رضا الله ومباركته، مو كان امك هسه نايمه بسابع نومه مرتاحه يا ماما. ليش هالمشاكل هاي اللي اصلا ما لها علاقه، هالمشاكل هاي اللي اصلا ما لها علاقه، لا تدخلون نفسكم اي اثنين امك وابوك لا تعاركوا ولا تدخلين نفسك بيناتهم. امك مو امك وابوك لا تدخلين نفسك ماما، صار لي سنين اقول لكم لا تدخلون نفسكم بين اي اثنين، اخر شيء تطلعون انتم بوجه القباحه. وتحياتي الك حبيبتي، تفتحي المايك. اشكرك طبعا ست نادين قلبي، بس بدي اوضح لك شغله. اولا قلتي انت لو عندك راتب وانه زوجك يصرف وشي، والله العظيم انا متعينه واصرف وانطي وحتى عيالي وشي، بس اخويا من شافها شغله استغلال لا هو ما قبل. وردت اوضح لك نقطه ثانيه، انه احنا ترى لحد الان هي البنيه ما تعرف انه حكينا وياها او يعني لمناها او صار سوء تفاهم بيننا وبينها. لا والله ست نادين من يصير اي شيء بيناتهم ناخذها نروح نطلع المكان عام نحكي وياها حبيبتي ما يصير تبعدين فراشك عنا فراشه، هاي نقطه ما يصير، انتم بعدكم عرسان حبيبتي ما يصير، انتم بعدكم والله ست نادين هذا الكلام نحكي وياه. انا هوايه شفت تعليقات وشفت كلامك، لا مو من هذا يعني الناحيه، ولحد الان ست نادين والله اي كلام بينها وبينها يعني انه صار تاتش بيناتنا مستحيل ماكو هيك. تخابرني ماما يما تعالي انا اضوج تنظيف البيت، تعالي يما هاي بعدها نايمه او فشي ما يخالف عرفي اجي وياها اكمل نخلص. والله ست نادين نخلص، ما اقول لها انه انت ليش ما نظفتي او انت ليش لازمه الموبايل او هاي نهائيا ست نادين ماكو هذا الكلام. فمن ناحيه انه تقولي لي انه لو ظل لبيتش او فشي عادي، وانا لو ظل لبيتي انا اريح لي، أنا ما أجي ولا أتعب ولا أي شيء، بس أقول الخاطر هني نجي ننظف ونكمل مع السلامة، لا كلمة ولا أي شيء. كريستالة إي قلبي أنا أخذ إي وقت قلبي من البرنامج. أنا حكيت بما يرضي الله، ما يرضي الله، لأن رب العالمين. أشكرك حبيبتي ندوش. خليتي كريستالة مامات. أنا تكلمت بما يرضي الله وتكلمت بالأصول والعقل والمنطق. أنا تكلمت بصورة عامة، الكلام ما موجه إلك أنت فقط، لأن كثير عوائل هسه باللايف، شوفي العدد إيش قد عالي والعالي الله، إيش قد عوائل أكو هسه أكو تاتشات مثل حياتكم أنت وأخوك وأمك ومرت أخوك، هواي أكو ناس هسه باللايف عندهم نفس المبدأ. فالكلام من حكيته أنا حكيته بابليك للناس، أنا تعرفين هذا غايتي كله من الكلام منه أنت، لا أخوك ولا مرت أخوك، أنتي. أنا كل اللي حكيته على مودك أنتي، أنا كل غايتي لأن أنت الصاعدة وياي، أنا دا أدور لك وأقول لك الشيء دا يصير وراح يصير بعدين، دا أقول لك راح تطلعين أنت بوجه القباحة ويرفع تليفون الرجلك ويقولوا له بعد لا تجينا، هي أم المشاكل، وترجع حياتك الطبيعية، سواء أنت كنتي زينة وياها حاكيتيها ما قلت لك حياتك الوحيدة ببيت أمك وأبوك بعد ما تتزوجين أمك وأبوك فقط،
امك وابوك نهائيا ما لك علاقه بالبيت كله اذا طبيتي. امك وابوك، واذا كان واحد بهم متوفي الف رحمه نور عليه تبقى امك، واذا كانت امك متوفيه الف طولة عمر الها ابوك. البيت جيتي كلها للبيت اطمن واشوف طلبات امي وابويا. هذا حدك من تتزوجين، هذا حدك من تتزوجين. خشمك هذا خشمك شوفي بيه طلبات امك وابوك، لان ذولا اللي الجنه تحت اقدامهم. بس مال اني اتدخل ومالك علاقه. اجى اخوك بعدين شنو استغلال؟ انا ما قاعده افتهم كلمه استغلال، انت قاعد تذكريها وتكرريها هواي. ندوس والله ما فهمت قصدي لحد الان. انا كلش فاهمه قصدك كريستاله، انا كلش فاهمه قصدك. شنو كلمه استغلال؟ انت سمعتيني من قلت لك، شكلش بالك يم التعليقات. سمعتيني من قلت لك اخوك يطب البيت ثابته وراسه بظهره وراسه بظهره. تعرفين شنو الرجال من يصرف على المرة زايد ويظل ايدها مليانه زايد وتروح تصرف على اهلها ويقولون هذا خير رجلها؟ تعرفين النوماس مال النسابه عند الرجال وعند اهلك وعند امك وابوك شنو؟ انت تعرفين، انت قاعد تفهمين انا ايش احكي؟ ترى انا قاعد احكي باصوليات قديمه، احكي باصوليات اذا انت واصلتي لها الاصوليات او ما فخلي امك تعلمك عليها. تعرفين